من آخر تلقى الناخب الوطني رباح ماجر انتقادات لاذعة واتهامات بالجهوية بسبب القائمة المستدعاة للتربص القادم بعدما اعتمد على لاعبي 7 أندية وأقصى البقية. التفاصيل مع وليد معمري. عرفت القائمة وغابت المعايير. 21 لاعبا ينشطون ب7 أندية من الرابطة المحترفة الأولى. كان لاتحاد العاصمة حصة الأسد منها، والبقية فتات لإحداث التوازن الأعرج وإسكات الأفواه. الناخب الوطني رابح ماجر أقصى لاعبي وصيف البطولة شبيبة الثورة. لي جوار تاع الثوره سي دي زالجيريان ثاني كما يقول لك. كما تشوف عندنا دي جوار يميريتيو ليكيب ناسيونال. لاعبو الغرب ورغم بروزهم في مختلف أندية الجزائر إلا أنهم وجدوا أنفسهم مقصيون من قائمة ماجر. ولا في العباس راه ماشي السناب العباس تلعب كره مليحه كما شي ليكيب ناسيونال ماشي تبع كاسيتي. الطاقم الفني الذي اعتمد على 7 أندية وأقصى 9 أخرى فتح باب الانتقادات والتأويلات على نفسه من أطراف مختلفة بتهمة الجهوية والمحاباة. ما راش يشوفنا من عسكر احنا بعاد، ولا ما راش يشوفنا كفريق، ولا انا اظن هذه عنصريه اللي راه يستعمل فيها السيلكسيونير، وعنصريه كبيره. فريق شباب الثوره ما كانش اللي يمثل الجنوب وميلان كلاسي دوزيام وكي الكابري، هذا واش نقولوا له. فرغم إلغاء مباراة الإمارات وشكلية التربص إلا أن قائمة ماجر ظهرت غير متوازنة وافتقرت للواقعية. تراجعت شعبية الأوجه الرياضية في الجزائر مؤخرا، مما جعلها تغيب عن التواجد في المجالس الولائية والبلدية، أين سيقتصر التمثيل على أسماء معدودة. ورقة في الموضوع لكمال مهوي. بعدما كانت لسنوات طويلة وسيلة لبلوغ المناصب السياسية وتقلد المسؤوليات، لم تعد كرة القدم وشعبيتها سبيلا للوجوه الرياضية للوصول إلى مبتغاها. الشعب الآن نظن أصبح يعني واعي. إذا كان